عبودي منتهي عبودي. اللي فقد الشغف يعرف أن هذا الشغف القديم اللي عنده ما كان شغفه، كان شغف مقلد. شغف مقلد. احنا إذا حددنا هدف استعرناه من آخر أو قلدنا في آخر، إذا بدينا في خطوات تحقيقه ما عاد نحبه، مو بحقنا، هذا مو بيشبهنا، ما طلع من عندنا. والمفترض الإنسان لا يبني أبدا مستقبل على مشاعره. إيش كلمة شغف؟ ترى ليست كلمة حتى لغويا لم تأتي في سياق المدح. قد شغفها حبا في القرآن، شغفها حبا يعني صارت تفكر بدون عقل. امرأة العزيز والله لسجنه، والله لوذيه، ولازم يسوي. فانقيادنا نحو أهداف مستقبل لا يجب أن يكون من خلال القلب، لا، هو من خلال العقل. في قاعدة مهمة دائما: فكر بعقل ونفذ بقلب. فكر بعقل ونفذ بقلب. فكر مشاعر، فكر مستقبلك وأهدافك بعقل، وش الصح وش الغلط، ونفذ بقلب. تحمس لهذا الشيء بعد أن تفكر بعقل. تتهاوش مع واحد، فكر بعقل ونفذ بقلب. كان عندي أنا موظف سوى حاجة مرة غلط مرة، فرحت كتبت خطاب فصله، فكرت بعقل، كتاب خطاب فصل، وزرته في بيته وجبت له هدية قيمة جدا. قلت له أشكرك، أنت سويت 1 2 3 4 أشياء حلوة في الشركة، وهذا خطاب فصل لأنك سويت 1 2 3 4 يخالف هذا الشيء. هذه هدية مني وأنا أخوك دائما، وسأسعى لك بما أستطيع. فكرت بعقل اللي فصلته، نفذت بقلب. لا تجتمع الثنتين عليك، تفكر بقلب وتخليه وتكرمه، غلط. لا تفكر بعقل وتنفذ بعقل. خلاص يا أخي، اللي بيني وبينه دوام، أرسل لي إيميل تم فصلك وخذ تعال مستحقاتك تلقاها في المالية، الوجه من وجه أبيض، ويروح. طب زميلك هذا له 2 3 4 بينك عيش وملح بينك أنت وياه. فهذه الفكرة. فقضية الشغف هو تفكير بالقلب وتنفيذ بالقلب بتطرف. فأكيد إن ما راح تكون عواقبه على الأقل كما تتوقع. أنا كنت مأجلة خطوة الزواج، والله يا بنات اللي يجيها على قولتهم ولد الحلال، اظفري والله أن الحياة ستكون أجمل إذا أحسنت الاختيار إن شاء الله، والناس فيها خير. أبشركم الناس فيها خير. يعني ما أجمل أن يكون لك عيالك يصيرون أصدقائك، أو بتوصلين 30 آخر 30 ترددين هالناس إذا جيتي في آخر 30. والشباب أيضا، يعني تخيل واحد عمره 38 يروح يتزوج، بعد 2 يرزق بولد، يعني بينه وبين ولده 40 سنة. 40 سنة. ليش؟ شلون تتواصل معه؟ شلون تفهمه؟ شلون بيفهمك؟ شلون تستمتع به؟ شلون تنتفع به؟ طبعا هذا على مستواك أنت، لكن على مستوى أمك وأبوك اللي ممكن رحلوا عن الحياة وما شافوا عيالك لأنك تأخرت. أنا أتكلم عن الناس اللي بيدها هذا الموضوع وقاعدة تماطل ولا تأخر ولا تقول بستمتع ولا تقول بدري على الغثاء. ما في يا جماعة، خذوها قاعدة: كل شيء في الحياة فيه أذى، كل شيء في الحياة فيه أذى، لكن لازم نفرق بين الأذى والضرر. الأذى والضرر. هذا أنا الحين البث اللي معكم في أذى، أنا ما تسنت ووقت متأخر وأكيد أني سهران ومسهركم، فهذا يؤذي نفسي. فأنا ماني بجالس على راحتي، بس ما تضررت الحمد لله، بالعكس أنا قاعد أنتفع بحديثي إليكم. كل علاقة فيها أذى، بس مو بالضرورة كل علاقة فيها ضرر.